السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي إن شاء الله بإذن الله هناخد النهاردة آخر حاجة في التوحيد في مادة في كتاب أصول الدين من كتاب المرشد الصف الثاني الإعداد الأزهري الفصل الدراسي الأول. أخدنا قبل كده حاجة البشر إلى رسالات سماوية، والدرس اللي فات خدنا تعريف أو الفرق ما بين النبي والرسول. النهاردة إن شاء الله هناخد الواجب في حق الرسل إجمالا وتفصيلا. الواجب في حق الرسل إجمالا وتفصيلا. الدرس الأخير في مادة التوحيد النهاردة بيتكلم على 4 حاجات: الأمانة والصدق، التبليغ، الفطانة. كل دول واجب في حق الرسل. هنعرف ما يجب للرسل عليهم السلام، وهنوضح الصفات الواجبة للرسل عليهم السلام تفصيلا، ونقول معاني الصفات الواجبة للرسل. هندلل بالنقل والعقل، الدليل النقلي والعقلي على وجوب اتصاف الرسل عليهم السلام بالصفات الواجبة لهم. هنتكلم كل حاجة بالأدلة المدللة على كمال الرسل. فيلا نبدأ إن شاء الله. قال الإمام الدرديري رحمة الله عليه: وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. ما يجب للرسل إجمالا وتفصيلا. يجب للرسل إجمالا كل كمال يليق بكل كمال بشري يليق بذواتهم ومهمتهم، مثل العدل والصبر، القناعة، الشجاعة، الكرم، الوفاء بالعهد، المروءة، رفعة النسب. كل ده يجب للرسل إجمالا. كل حاجة بتليق بالرسل: العدل، الصبر، القناعة، الشجاعة، الكرم، الوفاء بالعهد، المروءة، رفعة النسب. أما كل ما لا يليق بذواتهم ولا يتناسب مع مهمتهم فهو مستحيل في حقهم. أي حاجة ما تليقش بيهم ولا يتناسب في المهمة بتاعتهم فهو مستحيل في حقهم. تمام؟ طب ما يجب لهم تفصيلا؟ احنا قلنا إجمالا، هتكلم على التفصيل. تفصيلا 4 صفات اللي هي الأمانة، الصدق، التبليغ، الفطانة. هنمسك واحدة واحدة إن شاء الله نتكلم عليها. هنقول على صفة الأمانة أو العصمة. في ناس سؤال بيقولك: عرف صفة الأمانة والعصمة وما حكم اتصاف الرسل بها. تعريف صفة الأمانة أو العصمة هي حفظ الله تعالى ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن المعاصي، الكبائر منها والصغائر. الله تعالى حفظ أنبيائه من المعاصي سواء كانت كبيرة أم صغيرة، ظاهرة أم خفية. حكم الأمانة في حق الرسل والأنبياء: العصمة واجبة للأنبياء، اللي هي الأمانة واجبة للأنبياء. السبب لأن الله تعالى جعلهم أسوة حسنة وطلب من أتباعهم الاقتداء بهم فيما يقولون ويفعلون، وهذا يعني أن الأنبياء معصومون من الكذب، خصوصا فيما يتعلق بأمر الشرائع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة. يبقى هو هنا حكم الأمانة في حق الرسل واجبة، لأن الله تعالى جعلهم أسوة حسنة لينا، وجعلهم وجعلنا نتبعهم ونقتدي بهم فيما يقولون وفيما يفعلون. في سؤال آخر: ما الدليل على وجوب اتصاف الرسل بالأمانة؟ اتصاف الرسل بالأمانة حكمها ايه؟ طب وما ضد الأمانة وما حكم اتصافهم بالضد؟ طبعا الدليل العقلي والدليل النقلي. أولا الدليل العقلي أن الله أمرنا باتباعهم، ولو جاز عليهم فعل أمر محرم أو منهي عنه لكنا مأمورين بفعل المحرم، لكن الله لا يأمر بذلك، لقوله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. ربنا ما بيأمرناش بالفحشاء والمنكر، عشان كده
جعل الأنبياء إن هما لينا قدوة، أمرنا باتباعهم. فاستحال عليهم فعل ما نهى الله عنه وفعل الخيانة وثبت لهم الأمانة. يبقى نهى عنهم فعل الإيه؟ فعل الخيانة وثبت لهم الإيه؟ الأمانة. قوله تعالى من الدليل النقلي إني لكم لرسول أمين. وقوله تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة اللي هي القدوة الحسنة. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى احنا كده ذكرنا الدليل العقلي والدليل النقلي. هناخد ضد الأمانة الخيانة. طب حكم الضد، حكم الضد اللي هو الخيانة على الرسل أكيد مستحيل على الرسل عليهم السلام. يبقى الأمانة ضدها الخيانة، والخيانة حكم الضد اللي هو الخيانة مستحيل على الرسل عليهم السلام. هناخد تاني صفة اللي هي صفة الصدق. احنا خلصنا صفة الأمانة، هناخد صفة الصدق. في سؤال علك عرف صفة الصدق وما حكم اتصاف الرسل بها. تعريف الصدق هو مطابقة خبر الرسول عليه السلام للواقع بحسب اعتقادهم في دعوى الرسالة وفيما يبلغونه عن الله تعالى. مطابقة خبر الرسول عليه السلام يعني اللي بيسمعوا من الوحي بيبلغوا مطابقة للواقع بحسب اعتقادهم في دعوى الرسالة. طب حكم الصدق في حق الرسل والأنبياء واجب. احنا قلنا على الأمانة واجبة، وحكم الضد استحالة. برضو هنقول حكم الصدق في حق الرسل والأنبياء واجب. الصدق في حق الرسل والأنبياء واجب. ماشي. الدليل على وجوب اتصاف الرسل بالصدق وما ضد الصدق وما حكم اتصافهم بالضد. الدليل العقلي أن الله تعالى صدقهم بالمعجزات، وكأنه تعالى يقول عن كل منهم صدق عبدي فيما يبلغ عني، ولو جاز عليهم الكذب ما صدقهم الله، لأن تصديق من يجوز عليه الكذب كذب، والكذب محال على الله تعالى، فاستحال عليهم الكذب ووجب لهم الصدق. ده الدليل العقلي أن الله تعالى صدقهم بالمعجزات. دليل لأن الله تعالى يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني. بيتكلم عن مين؟ عن الرسل. طب لو جاز عليهم الكذب ما صدقهم الله، لأن تصديق من يجوز عليه الكذب كذب. طب والكذب محال على الله تعالى، طالما محال على الله تعالى يبقى استحال عليه الكذب ووجب لهم الصدق. الدليل النقلي من القرآن قوله تعالى وصدق الله ورسوله من سورة الأحزاب، وأيضا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، وأيضا قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. طب ضد الصدق الكذب. طب حكم الضد لو لم يتصفوا بالصدق لا يتصفوا بنقيضه وهو الكذب، والكذب نقص وهو محال أيضا على الرسل عليهم السلام. ثالثا صفة التبليغ. صفة التبليغ هي هو إيصال الرسل عليهم السلام جميع ما أمرهم الله تعالى بتبليغه إلى من أرسلوا إليهم، إلى الناس عامة، ولا يكتمون أو يخفون منه شيئا، فيجب الإيمان بأنهم بلغوا ما أمروا بتبليغه. طب حكم التبليغ في حق الرسل واجب، وجبت لهم صفة الأمانة، وجبت لهم صفة الصدق، أيضا وجبت لهم صفة التبليغ. الدليل العقلي والدليل النقلي. الدليل العقلي أن الله تعالى أمرهم بالتبليغ، وكتمان شيء ما أمره بتبليغه ده خيانة. طب لو ثبتت أمانتهم وعدم خيانتهم فاستحال لهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه ووجبوا لهم التبليغ. الدليل النقلي من القرآن الكريم قوله تعالى
وما هو على الغيب بضنين. وأيضا قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طب ضد التبليغ الكتمان. طب حكم الضد اللي هو الكتمان أيضا مستحيل على الرسل عليهم السلام. دي الصفة التالتة. الصفة الرابعة هناخد صفة الفطانة. أيضا صفة الفطانة هي كمال العقل والذكاء، معناها قوة الرأي والحجة والتيقظ. الفطانة قوة الرأي والحجة والتيقظ لأساليب المجادلين وإبطال أقوالهم الفاسدة. حكم الفطانة أيضا واجبة في حق الرسل عليهم السلام. الدليل عليها من الدليل العقلي أن الله تعالى أرسلهم لإرشاد الناس وإقامة العقائد الصحيحة وإبطال شبهة المجادلين والمنكرين، ولا يكون ذلك إلا من ذكي فطن، فلو لم يكونوا فطناء لما كانوا مأمورين بالاقتداء بهم، والمقتدي به لا يكون بليدا. وقد أمرنا الله بالاقتداء بهم فاستحالت عليهم البلادة وثبتت لهم الفطانة اللي هو الذكاء وقوة العقل. طب الدليل النقلي قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقوله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. كل ده مجادلة، وكل ده دليل على الفطانة وقوة الرسل وقوة حجتهم على البشر. طب ضد الفطانة البلادة. طب وحكم الضد؟ طبعا البلادة مستحيل على الرسل عليه السلام. احنا كده خلصنا الدرس الواجب في حق الرسل. مادة التوحيد كده خلصت في الصف الثاني الإعدادي. كده خلصنا الترم الأول، وإن شاء الله يكون الدنيا متيسرة معاكم وتوفيق للنجاح بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.